حث الأمة كلها على أن تستحضر الإيمان باليوم وتذكر الموت، أن يكون يعني محل المذاكرة فيما بيننا، نتذاكر الموت وما يكون بعد الموت وما يكون عند الموت وما يكون، كل هذا لابد أن يعني يكون هذا حديثنا. اليوم كثير من الناس ما يقبل بمثل هذه الأمور، وترى الموت قريب جدا أقرب منهم، ولعل في هذا الزمان يمكن الأمثلة كثيرة جدا. كم من الناس يموت ولا سبب ولا لا، يقولون حط راسه ونام ما قام، وهذا كثير جدا. فقرب الموت وقرب الآخرة أقرب منها ما في يا عبد الله. لذلك جاءت الأدلة والله يا شيخ، يعني الأدلة كثيرة جدا على أن الآخرة شنه قريبة ولا بعيدة. آلاف السنين وربنا عز وجل يقول اقتربت الساعة. هذه قالها لنا وقالها للأمم السابقة كلها أن الساعة ليه وين قريب. يجب من كثر المذاكرة وكثر ما تعايشها وتتعلق بها والله راح تشوف أنها قريبة جدا. هذا المراد بالقرب، يعني ما هو القرب الحسي، القرب المعنوي، المعايشة لها والتعلق بها. التعلق بها يكون هو معنى القرب المراد عند الله تبارك وتعالى. والأدلة كثيرة جدا. كم جاء في كتاب الله قال اقتربت الساعة، اقتربت اقتربت، لأن الأمر الواقع لا محالة وإن بعد على حسياتك وموازينك وحساباتك وتصوراتك فإنها قريبة جدا. ومثل ما قلنا في القيامة الكبرى وفي القيامة الصغرى موت الإنسان بنفسه، وهذا أقرب منه ما في. فالله عز وجل والله أكد لنا في كتابه كثيرا وكرر كثيرا وبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث كثيرة جدا على أن الساعة قريبة جدا. قال فهل ينظرون إلا الساعة أن فقد جاء. الله أكبر. يعني انتظارهم المفروض أن انتظارك فقط يكون ليه إذا فعلا هذا كان ديدننا وهذا حديثنا راح نستعد للآخرة وحياتنا تتغير تصير مثل حياة الصحابة.